السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في فيديو جديد. لو اول مرة تشوفي قناتي ما تنسيش تعملنا لايك واشتراك في القناة. النهاردة هنعمل مع بعض شوية مخلل خيار زي العسل، وهنقول مع بعض ازاي ما يطلعش منك حادق ولا يطلع منك طري، ولو طلع طري معاكي ايه تعمليه عشان خاطر تحافظي عليه. طبعا اول حاجة ده جبت كيلو خيار غسلته كويس جدا ونشفته. اهم حاجة وانت بتجيبي الخيار تجيبي الخيارة الناشفة، ما تجيبيش الخيارة اللي هي طرية. والافضل هات الخيارة الصغيرة او الوسط زي دي كده، ما تجيبيش الخيارة الكبيرة عشان بتبقى مبزرة وبتتهرى منك لما تعمليها. وافضل حاجة عشان خاطر ما ياخدش مساحة منك في البرطمان تنيميه كده وترصيه. بعد ما رصيته خالص هنعمل مع بعض المحلول. ده لتر مية على كيلو الخيار، لتر مية 3 معالق كبيرة ملح مش مليانين، ومعلقه كبيره سكر، وفصين توم. لو انت حابه تحطي قرن فلفل شطه براحتك. زي ما انتم شايفين لازم يتقلب تماما. وبعد ما عبيته وحطيته عليه سبته حوالي 5 ايام. بعد 5 ايام زي ما انتم شايفين فتحت عليه استوى طبعا ما شاء الله. زي ما انتم شايفين الواحده ماسكه نفسها ازاي واستوت اهي. وطبعا مقرمش ومش وناشف زي ما انتم شايفين، سامعين الصوت اهو، محتفظ بقوامه ومقرمش. سامعين الصوت برضو بتاعه القرمشه، وملحه مظبوط جدا زي ما انتم شايفين. هنقول مع بعض برضو لو فتحت عليه ولقيتيه استوى حطيه في التلاجة، عشان خاطر كل ما تسيبيه بره بيكمل سواه وبيتهرى منك اكتر. اكون انت لو فتحت عليه ولقيتيه طري سيكه دخليه التلاجة. التلاجة بتعمل بتوقف عمليه التخليل تماما. زي ما انتم شايفين كله مملح من اول واحده لاخر واحده، وطعمه حلو جدا وملحه مظبوط ما شاء الله. ده فيديو سريع يا رب يكون عجبكم. وهسمعكم برضو الصوت واحده برضو عامل ازاي، مقرمش جدا ومحتفظ بقوامه. انت هنا لو عاوزه تحطي اضافات براحتك حطيها. زي ما انتم شايفين البرطمان من اول واحده لاخر واحده اهو. سامعين الصوت بتاعها متماسك ازاي وحلو قوي. فيديو سريع يا رب يكون عجبكم. ما تنسونيش من اللايك والاشتراك في القناه، وبألف هنا والسلام عليكم.